اقتصادي يغذينا. لماذا خلقوا تونس؟ لماذا خلقوا ليبيا؟ لماذا خلقوا الجزائر؟ لماذا خلقوا سوريا؟ لماذا؟ لكي تبقى هذه الأمة مشلولة، غير قادر على توحيد الماء، غير قادر على توحيد الغذاء، غير قادر على توحيد اليد العاملة، غير قادر على توحيد حتى أفكارها. ولماذا تبقى يريدون لها أن تكون مشلولة؟ لكي يتمكنوا هم فقط من العمل بجدية، أما نحن نكون مشلولين. هذا تونسي ما هو ليبي. منين جت كلمة تونسي؟ هذه مدينة اسمها تونس. أما البقية عرب. منين جت كلمة ليبيا؟ كل شمال أفريقيا كان اسمه ليبيا. عام 1912 فقط سمعنا بكلمة ليبيا. نحن مش ليبيين. مش تقولوا أنتم ليبيين؟ احنا ما ليبيين، احنا عرب. ليبيا ما ناش عارفين منين جت. ممكن افريقيا كلها كان اسمها ليبيا. الجزائر هذه مدينة الجزائر فقط. من الذي عمل هذا الشكل وسماها الجزائر؟ الاستعمار. من الذي عمل المغرب؟ ليست هناك دولة اسمها المغرب، هناك فاس، مكناس، مراكش. حتى الآن باللغات الأجنبية يقولوا مراكش، مروكو، ما عمر ما يقولوا المغرب. هكذا كنا. مصر ماذا تعني مصر؟ تعني القاهرة فقط. نعرف القاهرة، نعرف اسكندرية. أنتم كنتوا تمروا على ليبيا، ما يسمى بليبيا الآن، بدون جواز سفر. تذهبوا إلى الحج بدون جواز سفر. لما جانا الاستعمار الغربي وطلع وبيعطينا استقلالنا، أعطانا استقلال مزيف، سلمنا للعملاء، سلمنا لنواب الاستعمار، وقال لهم اعملوا جوازات سفر، اعملوا حدود، وتقاتلوا علشان الحدود. امنعوا التونسي انه يمشي لليبيا، امنعوا الجزائري انه يمشي للمغرب، امنعوا المصري انه يمشي لليبيا، امنعوا السوداني والمصري انه يتلاقوا، علشان تبقى هذه الامه مشلوله. يا اخواننا لابد نفيق، نحن في خطر. فعلا نحتفل اليوم بان تونس دوله مستقله، والجزائر الحمد لله بعد هالعذاب دوله مستقله، وليبيا كذلك. هذا صحيح، لكن ما نضمن بكره نكون مستقلين ام لا، قد نكون مستعبدين، لان هذا العالم لا يعترف بالحق، يجبر فقط على اعتراف على وجودك بقوتك، مش بالحق. فلسطين مش عندها حق، الشعب الفلسطيني هو صاحب فلسطين، هذا حق يعترفوا به؟ ما يعترفوا به. من اللي باقي فلسطين؟ الاقوى الذي قادر يدفن فلسطين احياء، هذا هو اللي باقي. اللي عنده الفانتوم الامريكيه هو اللي باقي. ما تقولوش والله حق، الشعوب عند الحق في تقرير مصيرها، هذه بديهيه، لكن من يطبقها؟ ما الشعب الفلسطيني عند الحق في تقرير مصيره؟ ما لم بالقوه يقرر مصيره، ما في حد يطبق له يقرر له مصيره. وهذا العالم اللي يخدعكم ويقول لكم عالم متمدين، هذا عالم همجي بربري متخلف منحط، هو الذي سبب الكوارث للبشريه، هو الذي قاد الحرب العالميه الاولى والثانيه والصليبيه والبونيقيه، ولا زال يقود حروب جديده لتدمير البشريه. من الذي قتل عشرات الملايين من البشر في الحروب الماضيه؟ هذا العالم الذي يدعي التمدن، هذا عالم متخلف، وتسيطر عليه ليست الشعوب، تسيطر عليه دائما القوى الابتزازيه الاستغلاليه العنصريه الحاقده. الشعوب الاوروبيه لا تريد ان تقاتل في فلسطين ولا في ليبيا ولا الشعب الفرنسي يريد ان يقاتل الجزائر او تونس، ولكن الدوائر التي تتحكم باستمرار في هذه الشعوب وفق النظريه الحكوميه، نظريه العسف والاستغلال، هذه الدوائر حاقده جدا وتقود حرب حاقده ضدكم، ولن يتوانوا في تدميركم اذا وجدوا فيكم ضعفا، اذا وجدوا فيكم ثغره، لا يراعوا فيكم الا ولا ذمه. ولن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مش ممكن يرضوا عنكم. امشوا استسلموا، امشوا اعترفوا باسرائيل، قولوا لهم احنا ناقليكم على عيوننا على رؤوسنا. ما ينفعش، لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم مستمرين في تحكم فينا، ومستمرين في محاوله السيطره على مقدراتنا وتسخيرها لصالحهم. هم استسلمت كثر خيرك، قاومت، هذا هو الشيء اللي يمنع فقط، المقاومه. ما تسمعوش اي كلام اخر، المقاومه فقط. حتى التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل بيننا وبينهم لا يقام الا على اساس القوه. اذا كانت هذه الامه قويه وتلحق بهم الضرر وقادره ان ترد الصاعين ويدها طويله، عندئذ يجلسوا معنا على مائده المفاوضات ويجعلوا الحدود لمطامحهم التوسعيه. عندئذ يقام التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل. اما تعاون بين قوي وضعيف، احترام بين قوي وضعيف، بين محتاج وغني، لا يمكن ان يكون. هذه ليست قاعده ابدا، لا نعتمد عليها. كيف يقوم تعاون بيننا وبين اوروبا اذا كنا نحن ضعفاء وهم اقوياء؟ هم يريدون لبلادنا العربيه ان تبقى سوق استهلاكي يستهلك ويستوعب ما ينتجون هم من نفايات، ويريدوا لنا الا نكون قوه صناعيه حتى لا نصنع الغاز والنفط والزيت والفوسفات لكي ياخذوه هم لمصانعهم ويصنعوه ويبيعوه لنا. هم يبغونا احنا سوق استهلاكي ومنطقه مناورات
ولما تقوم حروب دولية يبغوا هم يرعوا يدهم على هذه المنطقة لكي يسيطروا على مضيق جبل طارق وعلى خليج سرت وعلى باب المندب وعلى قناة السويس وعلى مضيق هرمز. يحاربوا فينا في نهر الأردن، في نهر اليرموك، وفي نهر العاص، وفي نهر الليطاني. الآن هذه الأنهار لعلمكم تحتلها القوات الإسرائيلية كلها، حتى لا يستطيع العرب أن يستفيدوا من هذه الأنهار. ثم يأتي الدور على دجلة والفرات سيتم احتلالها. هذه أمة في خطر. نعم، نفرح ونحتفل ونغني ونرقص، ولكن نقاوم. بلا مقاومة لا مستقبل لنا. يجب يجدوا فيكم غلظة ويجدوا فيكم قوة، وهذا لا يتأتى بأن احنا نغني باستقلال ليبيا واستقلال تونس واستقلال الجزائر وغيرها. هذا يتأتى بالوحدة فورا لحشد البشر الكتف على الكتف، والإمكانيات والمياه والحبوب ومية المطر والمياه الجوفية والبحر والشمس وكل الإمكانيات يجب أن نرصها ونحشدها ليل نهار قبل أن يأتي الاستعمار مرة أخرى. أي توجه غير هذا مهلكة، تضييع للوقت وخداع. أي توجه غير التوجه الوحدوي الجاد والفوري بدون تردد وبدون خوف هي خيانة لمستقبل الأمة العربية وخيانة للأجيال القادمة. الإسرائيليين الآن يصنعون صواريخ مداها 4000 ميل لكي تصل تونس وتصل الجزائر. الإسرائيليين لا يقاتلون ضد الفلسطينيين فقط، يقاتلون ضد الأمة العربية. هذا قتال الوجود وليس قتال حدود، وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية. الخندق الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم، يجب دعمه وحشد كل الإمكانيات وراء الخندق الفلسطيني، لأن الخندق الفلسطيني هو الخط الأمامي للدفاع عن الأمة العربية. إذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الإسرائيلية إلى البلاد العربية من محيط الخليج، يريدون إقامة إمبراطورية إسرائيلية فوق الأرض العربية. ما تسمعوا حكاية الكلام مسيرة السلام، خداع، تدجيل على الجماهير. أي مسيرة سلام؟ مسيرة دمار ومذابح في لبنان، في سوريا، في فلسطين، في تونس، في ليبيا. مسيرة السلام هي التي مكنت الطائرات الإسرائيلية من الهجوم على مدينة تونس، الفلسطينيين في تونس. الآن يدفن الفلسطينيون أحياء وهم أحياء في فلسطين اليوم. هذه هي مسيرة السلام. هذه فرضها الانحطاط وضعف العزيمة العربية. لما كانت الأمة العربية قوية والقومية العربية صيحتها قوية وراية القومية العربية رفعها جمال عبد الناصر قوية، ما فيه. هالجماهير التي رأيتها في ليبيا، في تونس، في الجزائر، هالشباب، هالجيل الجديد، هذا هو امتداد لجيل الغضب في فلسطين. هذا الجيل، جيل الغضب، لا يقر هذه الترهات اطلاقا ويرفض هذه السياسات جملة وتفصيلا. جيل الغضب الآن يريد تدمير الحدود وإقامة الوحدة وإقامة القوة ومواجهة التحدي بالتحدي وتحرير فلسطين وبناء الاشتراكية وتوزيع ثروة الوطن العربي على أفراد الشعب العربي. هناك غني وفقير، حاكم ومحكوم، مسلح وأعزل. من أين هذا الغني؟ من أين جاء الغنى؟ من ثروة بقية المواطنين الفقراء. إذا هناك غني معناها في فقير. إذا وجدت في أي بلد فقير معنى هذا أن هناك واحد غني. الغني لا يكون غني إلا من ثروة الفقير. لابد أن يسود العدل الاجتماعي ويتم توزيع الثروة على كل سكان الوطن العربي. وبترول العرب للعرب. تونس ما عندها بترول، ليبيا عندها بترول. غلط. البترول اللي في ليبيا ملك للتونسي وملك للليبي وملك للسوداني وملك لليمني. هذه أيها الأخوة، هذه الصورة التي نعيشها اليوم، وهذه الحالة التي نعيشها اليوم. علينا نفكر في الغد حتى لا تتكرر هذه المأساة. يجب أن لا تتكرر مأساة ساقط سيدي يوسف. يجب أن لا تتكرر عذابات الشعب الجزائري مرة أخرى. الشعب الجزائري الذي يدك البيه شرد. ويجب ألا نكون مثل الشعب الفلسطيني مرة أخرى. اليوم ليس هناك حماية للوحدة العربية. ما تسمعوش أي كلام. يا وحدة يا تصبحوا زي الهنود الحمر. تسمعوا بالهنود الحمر، تسمعوا بالغجر اللي مشتتين في جميع أنحاء الأرض. العرب يراد تشتيتكم. هذا يتحدي، أمة تتحدى فيكم. يجب أنكم تتحدوا هذه الأمة. لماذا؟ هل أنتم جبناء؟ ما عندكمش إمكانيات؟ ما عندكمش حق أن تعيشوا تحت الشمس وفوق الأرض بجدارة؟ أمة أمريكية تتحدى فيكم، يجب أن تتحدوها، مش تطاطوا الراس أمامها. أمة أوروبية تتحداكم، يجب أن تتحدوها، ولو نقدم ملايين أخرى في سبيل هذا التحدي. لو يبقى مليون عربي حر يكفي. نعم، وإلى الأمام والكفاح مستمر.